ليه بتقلبي عليا المواجع؟ انا عايزه اقول لك ان الملاك الصغير عمر لحد ما وصل تانية ثانوي كل يوم كان لازم يطفح قلم، عنده مزاج ان اي قلم يشوفه لازم يطفحه، وما تسالنيش ليه او ايه مزاجه في كده. علشان يبطلوا الخصله دي في المدرسه، مره جابوا له اسبونشه وجابوا له صابون واجبروه ينظف الديسك اللي هو قاعد عليه من كتر ما كان متبهدل حبر. والحقيقه انا كنت سعيده جدا بالخطوه اللي هم عملوها دي، والحمد لله برضو ما بطلش. اما بقى الملاك الكبير لما كان في ثانويه عامه كان عندهم اجباري يروحوا يوم كل اسبوع. اول يوم يروح فيه لما كان في ثانويه عامه صاحبه بهدل له التيشيرت حبر، هو بقى يعمل ايه؟ ما عملش اي حاجه، راح قالب صاحبه بالديسك اللي هو قاعد عليه، والحمد لله اخد فصل اسبوع، وده كانت حاجه كويسه جدا عشان كل دروسنا كانت الساعه 8 الصبح. نرجع بقى للسؤال اللي حضرتك عايزاه، ازاي نطلع الحبر من الملابس وخصوصا الملابس البيضاء؟ اول طريقه هي الكحول الطبي. حضرتك بتجيبي البقعه اللي عليها الحبر وبتدلقي عليها حبه كده من الكحول الطبي او بترشيه، بتحطيه في بخاخ وترشيه وتسيبيه شويه كده لحد ما يسيح، هتلاقيه الحبر نفسه بيسيح. وطبعا علشان خاطر ما ينتشرش حضرتك هتدعكيها كويس جدا وهتغسليها بعد كده بالميه والصابون. تاني طريقه الخل مع عصير الليمون مع الملح، افركيهم كويس قوي، حطي الثلاثه مع بعض على البقعه وافركيهم مع بعض كويس جدا، ولازم بعد كده برضو تغسليهم بالميه والصابون. في بقى حاجه بس انا الحقيقه طول عمري بستحرمها، وهي اللبن. اللبن من الحاجات اللي فعلا بتطلع الحبر من الهدوم، ولكن انا ما بفضلش اي وصفه سواء للبشره سواء لاي حاجه ادخل فيها لبن. لو حضرتك عايز تعملي كده هتدلقي شويه لبن على البقعه وهتسيبيه منقوع طول الليل، وهتصحي الصبح تدعكيه بالميه والصابون وان شاء الله هتطلع مع حضرتك. واخر حاجه بتنظف معانا الحبر كويس جدا البيكنج صودا او بيكربونات الصوديوم مع معجون الاسنان. حضرتك حطيهم على البقعه ودعكيها كويس جدا، وبرده لازم تغسليها بعد كده بالميه والصابون. اي طريقه هتجربيها لازم بعد كده تحطي الهدوم في الغساله او تدعكيها بالميه والصابون.